السلام عليكم ورحمة الله، واللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع قناة لاكي. اليوم ان شاء الله خواتاتي جيتكم باحلى تحلية اقتصادية، ما غاديش تقولوا كاع بلي مخدومة باشياء بسيطة في المنزل. بسم الله على بركة الله. جيبوا كاسرونه ولا طاجين، تحطوا فيه نص لتر تاع الحليب، تزيدوا معاه هنايا لا نشاء لا فلون لا والو، تزيدوا معاه زوج مغارف كبار مقبين بومبي غايه معمرين تاع فرينه تكون مغربله خواتاتي. من بعد هنا تجوا للسكر. عندي هنايا ندير 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع السكر. انا درت 4 مغارف تاع السكر، الذوق جا نيشان. اللي تبغي تنقص مغرف تنقص. هنايا حطيت 4 مغارف تاع السكر، الملعقه تاع الاكل. تجيبوا فوي وغادي تضربوا بارد في بارد كل شيء. النجاح تاعها الاول هنا فوق البوطاجي، كي تكون بارد في بارد. هنا لازم لكم ما تخلوه حتى تكتلات تاع الفرينه كاع تقضوا عليهم. الا شتيها غبناتك وقعدت لك هكاك متكتله، فوتيها في الصفايه. عطيتكم هنايا كاع يعني النقاط اللي تقدروا تطيحوا فيهم. المهم هنايا بالفوي خلطها غايه حتى تحلت لي هذيك الفرينه. من بعد هنا رحت جبت لافاني، جبت نص مغرف كبيره تاع لافاني ما يعادل ملعقه صغيره. هنا لافاني درتها بودغ. اللي عندها لافاني السائله ما تديرهاش دروك، تخلط هنايا الخليط تاعها، ديرها فوق النار، ومن حيت تشعلي عفوا عليها النار وانت تخلطي فيها. هنا كون توخري يدك عليها غادي دير لك مشاكل. هنا نبقاو نخلطوا هكا، والنار راهي هنايا انا كنت زايدت لها شويه للامانه باش يعني فوق المتوسطه شويه. هنا خواتاتي نبدا نحرك 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 حتى تحسوها تعقد. وهنا راح تشوفوا هنا في الجوانب صاي تبدا تشوفوا تولي لكم بيضاء فونسي. هنا يا خواتاتي كي تبدا كيما هكا تعقد لكم الجوانب والحواشي، هما الاولى تبدو تخلطوا فيهم وتروحوا للوسط. مهم جدا كيفاش طيبوها، ولازم لكم تطيب لكم غايه. هنا كي تلحق لكم هذا المستوى تاع الفقاعات الكبيره في الوسط، هنا غادي تطفوا النار. كنت تقعد لكم الفقاعات غير في الحواشي، لا مازال ما طيب. لق لكم في الوسط دير لكم فقاعات كبيره، طفي النار باش تكون لكم الفرينه تاعكم طايبه. اللي ما تبغيش دير فرينه دير النشاء. هنا خواتاتي وهي حاميه حطيتها فوق البوطاجي، زدت لها ملعقه صغيره تاع مارغرين ولا تاع زبده اللي كان عندك. هنا حطيت هنا ملعقه كبيره تاع مارغرين، عفوا ملعقه صغيره تاع المارغرين. نخلط كيما هكا هذاك الصهد اللي فيها والحمان غادي تذوب لكم غايه. المهم دخلوها غايه في قلب الكريمه. وهذه الكريمه سموها المهلبيه، هذه هي المهلبيه اللي يديروها خوتنا في المشرق العربي. هنايا صاي كملتها. هنا اللي تبغي دير لها اضافه تاع شونتيي تخليها تبرد ودير لها شونتيي زيدوا، بصح خلوها كيما هكا تجي من اروع ما يكون. والملاحظه تاع لافاني السائله ضيفيها حتى كتزيدي المارغرين ولا الزبده، خلطيها مليح مليح باش تعطيك نتيجه شابه. هاد الكريمه راني دايره بها واحد التحليه راهي واصله قريب 4 مليون مشاهده منذ 3 سنوات ولا يعني ما شاء الله. هاد الكريمه هنا يا خواتاتي حطيتها في الكؤوس ولا في الفيغين كيما بغيتو نتوما، تخلوها تبرد فوق البوطاجي. من بعد هنايا جبت طاجين ولا كاسرونه، تحطوا فيها كاس تاع الماء وتزيدوا معاه زوج مغارف كبار معمرين غايه تاع فلون ذوق فريز باش نتماشوا مع الاذواق. ومن هي في الجهه الاخرى اللي فيها داك البول كنت حاطه حوالي 9 حبات حتى 10 تاع الفخاز مقطعين تاع الفراوله، قطعتهم هنا مربعات صغيره ودرت لهم زوج مغارف تاع السكر. خليتهم خلطتهم وخليتهم في الفريجدار حوالي ساعتين حتى ل3 سوايع، ديروها قبل هذه العمليه. من بعد رحت طيبت هذاك الفلون بالماء، طيبتها فوق النار حتى لي يغلي لكم الداخل ويدير لكم تحسوا باللي باغي فيض، يغلي لكم الداخل غايه. طفوا عليه النار وتحطوا فيه ديك الفراوله بها بالسكر تاعها. حطيناها فيه وغادي نخليها هنا حوالي هكا 5 دقائق ولا تتفالي فوق البوطاجي. ما يليقش نخدم بها وهي حاميه، لقت تولي دافيه. وكيما هكا هنايا راهي واجدت لي يعني الطبقه الزوجه. نجيبوا الكؤوس تاعنا، لكن هنايا تاني ما تروحوش ترفدوها ديريكت بها بالسائل اللي فيها. ترفدوا الفراوله توزعوها كيما بغيتو هكا باش تعطوها شكل جمالي والتوزيع يكون منظم، ما تجيكمش محطوطه في بلاصه وبلاصه، لا غادي توزعوها في الكؤوس تاعكم. وهنا الا درتي الكؤوس صغيره غادي تعطي كميه كبيره، ولا درتي كؤوس كبيره غادي باينه على حسب الكاس شحال يرفد. هنا غادي نعمرها هكا بلا فخاز ونزيد نكمل كاع الكميه الاخرى. واللي ما عندهاش الفراوله وكان عندك البنان في الدار ولا تقدري ديريها بالبنان والفلون تاع البنان بذوق البنان، لكن البنان ما تروحش ديريه في السكر ولا لا، غادي غير الفلون تاعك نتيا طيبيه في كاس تاع ما زوج مغارف تاع فلون وزيدي معاها زوج مغارف تاع السكر. هذيك السكر اللي درنا في لافخاز كي دخلناها في الفريجيدير انت غديريها في الخلطه تاعك هذه وطيبيها فوق النار، تسد في البنان وتحطيه فوقها. هذا اقتراح اخر.
من بعد هنا خواتاتي كي درت عمرتهم كاع كيف كيف، جبت هنايا هذاك تسمى هنايا كيما لا جيلي تاع ولا الجيلي تاع الفخاز تاع الفلون هنايا اللي خدمنا به. حطيت كاع هنا بالتساوي، دخلوها اللي قلت لكم تبرد على الاقل 4 سوايع، اللي قد تشد لكم غايه. شوفوا معايا هنا خواتاتي من اروع ما يكون، شدت روحها رائعه جدا. شوفوا معايا الداخل القوام تاعها، ولا درتيها في هذا الكؤوس غادي تعطي لك هنايا حوالي 10 ولا تاع الكؤوس. حتى هنا يجي الشكل تاعها بزاف شباب ورقي. تقدروا تزوقوها هنا بورقه تاع النعناع ولا فخاز، حبه فخاز هكا من الفوق، ولا ديري لها هنايا شونتي من الفوق اللي بغيتي. انا خليتها لكم بسيطه بمكونات بسيطه متواجده، ما بغيتش نكلف عليكم وتجي اكثر من رائعه. شوفوا لي هنايا كريمه ما جايش ثقيله، خفيفه، وهذيك الطبقه الفوقانيه شابه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. نقول لكم استودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله.